في ناس كتير متوقعه ان كل ما احط معلومات اكتر في الكورس بتاعي ده يخليه كورس اقوى ويحقق نتائج احسن. للاسف لا، وده ممكن يكون صدمه لناس كتير. الاهم من كتر المحتوى وانك تحط في الكورس معلومات ملهاش اخر 3 نقط: البروميس او الوعد، يعني الفايده اللي هتحققها في نهايه الكورس ده اللي هيتدرب معاك، وازاي هتقدر من خلال المحتوى ده ان انت تقدر تحقق الوعد ده. تاني حاجه البروسيس او الفريم ورك، يعني انت قلت لي معلومات كتير قوي حلوه، قول لي بقى فريم ورك واضح او بروسيس واحده ازاي هقدر امشي في الخطوات دي واحده واحده عشان اوصل للنتيجه اللي انت قلت لي عليها. تالت حاجه التطبيق، خدني من ايدي واحده واحده، قول لي ازاي الكلام اللي احنا قلناه ده اقدر احققه على ارض الواقع. عايزك تركز في العناصر دي اهم من التركيز على كميه المحتوى. هتكلم عن الموضوع ده اكتر وعن موضوعات تانية، من اول ازاي تختار موضوع كورس الناس محتاجاه فعلا ومستعده تشترك فيه، وازاي تبني كورس صح ما تجمعش معلومات وخلاص، وازاي تعمل ماركتنج صح وتحقق اول مليون جنيه ليك من اول كورس انت هتعمله. اشترك دلوقتي في كورس يور فيرست مليون كورس عشان هتطلع منه في الاخر معاك كورس بعنوان جذاب وستراكشر قوي وخطه تسويق توصلك انك تبيع الكورس ده بمليون جنيه، زي ما انا عملت في اكتر من كورس هكلمكم عنه. دوس على اللينك اللي تحت الفيديو وسجل في الكورس دلوقتي.